لاننا بنحب الحاجه اللي بنعملها، فمؤمنين اننا باذن الله ودعمكم هنقدر نوصل. وما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ولو انت مشترك ادعمنا بلايك. بيبدا الجزء الثالث من السلسله بوجود سفينتين في الفضاء، وبتكون بينهم معركه، وبنعرف ان السفينتين دول لنوعين من المفترسين. وفجاه بيتفتح ثقب دودي علشان تعبر منه السفينه الاولى لكوكب الارض، وقبل ما تسقط السفينه على سطح الكوكب بتخرج منها كبسوله فضائيه وبيكون فيها المفترس. بعدها بنروح للحدود المكسيكيه علشان نشوف مجموعه من المهربين، وفي جندي اسمه ماكينا مهمته القضاء عليهم. لكن من حظ ماكينا ان المفترس بيقع في نفس المكان، وبعدها بيلاقي ماكينا خوذه وسلاح بتخص المفترس وقعت من الكبسوله بعد ما اتحطمت بيه، فبيقرر يحتفظ بيهم. وبعدها بيظهر المفترس وبيكون قتل واحد من جنود ماكينا، فبيضرب ماكينا والجندي اللي معاه النار على المفترس، وبيرد المفترس عليهم بضربه بيموت فيها الجندي اللي معاه. وبالصدفه سلاح ماكينا الفضائي بيرد على مصدر ضرب النار، فبتيجي في المفترس وبتقضي عليه. وبعدها بتوصل قوه سريه من الجيش بتكون مراقبه تحركات المفترس من اول ما دخل كوكب الارض، وبتوصل علشان تقبض عليه. وبيقرر ماكينا انه يبعت الخوذه والسلاح في البريد لعنوان بيته بعد معرفته باهميتهم. وفي البيت بنشوف كوين ابن ماكينا وهو بيستلم طرد البريد، وبيكون كوين طفل ذكي جدا لدرجه ان والدته بتعرض عليه انه يختار شكل مرعب من دول علشان يلبسهم في عيد الهالوين. لكن كوين بتكون امكانياته اكبر من كده بكتير، لدرجه انه بيقدر يفك شفره السلاح والخوذه، وبيقدر يستخدمهم ويتواصل مع باقي المفترسين. وبنروح لجامعه هوبنز بكاليفورنيا، وبنشوف الدكتورة براكت عالمة الفلك، وبيوصل لها وفد من الجيش علشان يبلغها بوجود المفترس على كوكب الأرض، وبيبلغها كمان إنها مش الزيارة الأولى للمفترسين على الكوكب. وبنرجع تاني لماكينا اللي اتقبض عليه بمعرفة الجيش، وبدأ الجيش يحقق معاه في اللي حصل مع المفترس. لكن ماكينا أكد لهم إنه شاف المفترس، ولكن قدر يهرب منه قبل ما يكشف نفسه. وبعدها بيقرروا ينقلوه مع مجموعة مساجين تاني، هم كويل ونيتلز ونبراسكا وليبنتش وباكسلي، وبيكونوا جنود سابقين زي ماكينا، وكل واحد فيهم له قصة هي اللي دخلته الحبس. وبنرجع للدكتورة براكت اللي وصلت للمكان السري لمشروع ستار جيتس الخاص بدراسة المفترسين، وبتقابل هناك دكتور شولز وبيفاجئها بوجود أسلحة تخص المفترسين. لكن المفاجأة الكبيرة إنها بتلاقي المفترس نفسه متخدر وموجود في المكان. وبعد ما بتفحص الحمض النووي بتاع الكائن بتكتشف إنه بيحتوي على حمض بشري، ومعنى كده إنه ليه صفات الكائن البشري. وبتعرف الدكتورة براكت إن اللي قابل المفترس هو ماكينا، فبتطلب إنها تقابله. بيغير الاتوبيس وجهته وبيرجع مرة تانية للقاعدة السرية. وفي الاتوبيس ما بيكونش حد من المساجين مصدق قصة ان ماكينا سبب وجوده هنا انه قابل كائن فضائي. وده في الوقت اللي كوين الطفل بيبعت اشارة لسفينة المفترسين الام علشان تقدر ساعتها السفينة توصل لكوكب الارض. وبيقدر الجيش يكتشف دخول السفينة لمجال كوكب الارض، وبيرسل للقاعدة وبيبلغهم بدخول السفينة الفضائية لكوكب الارض، وبيقول لهم انها متجهة للقاعدة السرية. وبعدها بيفوق الكائن المفترس وبيقتل كل الدكاترة والباقي بيهرب. لكن الدكتورة براكت بيتقفل عليها باب غرفة التطهير مع المفترس، وبتحاول انها تضرب الكائن بالمخدر، لكنه بيقدر انه يهرب من الغرفة بكل سهولة بعد ما بيكسر الباب المصفح. وبيكتشف بعدها اختفاء الخوذة بتاعته والدرع، وبنعرف ان وجهته هو منزل الطفل كوين. وبعد ما بيعرف ماكينا بهروب المفترس بيقرر هو والجنود اللي في العربية انه يلاقي طريق للهروب من قبضة الجيش، وبتكون حيلتهم انهم يفتعلوا شجار بينهم، وبيتدخل الجنود المسؤولين عن نقلهم وبيقدروا يتفوقوا عليهم وبيرموهم بره الاتوبيس. وبتطارد الدكتورة المفترس علشان تخدره، وبيكون هدف ماكينا هو قتل المفترس. لكن المفترس بيرميهم بسلاحه اللي بيجي في عجل العربية وبيعطلهم، وبيقرروا كلهم انهم يهربوا من المكان قبل ما يوصل الجيش ويقتلهم. ده في الوقت اللي بتوصل السفينة الام لمنزل كوين، وبيخرج منها مفترس ضخم ومعاه 2 من الحيوانات المهجنة. وفي الوقت ده بيقدر ماكينا انه يتعرف اكتر على فريقه الجديد، وبعدها بتعرفهم الدكتورة براكت على المفترس اكتر، وبتبلغ ماكينا انه بيدور على اسلحته اللي اتسرقت منه. فبيعرفوا ماكينا بانه هو اللي سرق الاسلحه بتاعت المفترس وبعتها لابنه كوين، وبكده بيعرف واجهه المفترس وبيتحرك على هناك. وهناك بيقرر كوين انه يلبس الخوذه ويخرج بيها في عيد الهالوين. وبيوصل ماكينا وبيعرف اللي عمله ابنه كوين بالاسلحه، وبيقرر هو واصدقائه انهم يتفرقوا وكل مجموعه تدور على الطفل كوين. ده في الوقت اللي كوين بيكون في الشارع وبيتنمر عليه مجموعه من اصدقائه، فبيحاول انه يهرب منهم وبيخبط على اقرب باب علشان يطلب منهم حلوى ام خدعه. فبيرد عليه شاب من البلكونه
وبيحدفوا بقطعة الحلوى، والخوذة بتعتبر ده هجوم فبترد على مصدر الضربة، وساعتها بيكتشف ماكينة مكان كوين، وبيهرب الأطفال المتنمرين من قدامه، وبيهرب الطفل كوين من المكان وبيوصل لمكان تاني، وبتقدر توصل الكائنات المهجنة لكوين، لكن بيسبقهم ماكينة وفريقه وبيضربوا عليهم نار. وبيحاول ماكينة يلفت نظر الحيوانات علشان الدكتورة تاخد كوين وتهرب، وبيطاردوا واحد من الكائنات لمدرج الملعب، وبيقدر ماكينة انه يضربه بالقنبلة اللي بتتفجر بيه، والكائن التاني بياخد رصاصة في دماغه، وبعدها بيوصل المفترس وبيهددهم بواحد من أصدقائهم، لكنهم بيقدروا انهم يحرروه، وبعدها بيدخلوا المبنى علشان يتحموا فيه، وبيدخل وراهم المفترس وبيكون هدفه هو القطعة دي من الدرع، وبيغفلهم وبيظهر من وراهم وبيخنق ماكينة، وبيقرر ماكينة انه يديله الجهاز اللي بيدور عليه، وبعدها بنشوف حد سحب المفترس بسهم لبره المبنى، وبعدها بيظهر المفترس التاني وبيكون اكبر حجم من المفترس الاولاني، وبتدور معركة بينهم، وبيستغل ماكينة اللي حصل وبيحاول يهرب من المكان، وبكل سهولة بيقدر المفترس الاكبر في الحجم انه يحطم المفترس الاصغر ويفصل راسه عن جسمه، وبعدها بتقرر الدكتورة انها تحلل العينة اللي خدتها من دم الحيوانات الفضائية علشان تكتشف بعدها ان الكائنات المفترسة بتسعى لتطوير نفسها بانها بتقتل اكتر الحيوانات ذكاء وقوة، وبتاخد العمود الفقري بتاعهم، وده علشان تنتج جيل جديد بيمتاز بالقوة والذكاء، وساعتها محدش هيقدر يمنعهم من احتلال الارض. وبيقدر يفهم ماكينة من ده ان كوين هو هدفهم، بعد ما قدر الطفل كوين انه يستخدم اسلحتهم ويتواصل معاهم، وبيوصل نيتلز ومع الحيوان التاني، وبتكتشف الدكتورة انه حيوان اليف ومش خطر عليهم، وبتقرر انها تاخده علشان تدرسه، وبتوصل بعدها الفرقة السرية وقائدهم روري، واللي بيكون هدفه الجهاز اللي كان مع ماكينة وأداة المفترس، وبتوصل مجموعة من الشرطة لمنزل كوين الطفل علشان يكونوا في انتظار ماكينة، لكن بيوصل المفترس للبيت وبتدور بينهم معركة، وبيقدر فيها المفترس انه يخلص عليهم، وبيدخل المكان اللي كان فيه كوين بيرسلهم منه، وبيشوف رسمة بيقدر بيها يحدد مكان كوين، وبنرجع لماكينة ومجموعة الفرقة السرية اللي بيكون هدفهم هو الضغط على ماكينة وابنه ومعرفة مكان السفينة نفسها، وبيكون كوين على علم بمكان السفينة من المراسلات اللي تمت بينه وبين المفترس، وبتاخدوا الفرقة وبتتحرك على هناك، وبيكون لسه في مجموعة متحفظين على ماكينة، لكنه بيقدر يتحرر منهم وبيضربهم، وبيوصل في الوقت ده الكائن المهجن علشان ينقذ براكت بعد ما بيرمي لها قنبله بتحطها في جسم واحد من الشرطه، وبيوصل باقي الفريق ومعاهم طياره هليكوبتر علشان يتحركوا لمكان كوين، وبيوصل الكل لمكان السفينه، وبيكون ماكينة وفريقه بيراقب تحركات الفرقه السريه، وبيقدر الطفل كوين انه يفك شفره الدخول للسفينه الفضائيه، وبيوصل ماكينة لداخل السفينه وبيضرب روري، وده بعد ما بيستخدم جهاز الاخفاء الخاص بالمفترس علشان يختفي ومحدش ياخد باله منه وهو داخل، وبعدها بيهجم فريق ماكينة على حراس روري وبيقتلوهم، وبيكون ماكينة بيهدد باقي الحراس بموت روري، وفي الأثناء دي بيوصل المفترس الضخم وبيقتل واحد من الحراس، وبتبدأ معركة بين فريق ماكينة والحراس، وبعدها بيقدر المفترس إنه يدخل السفينة ويحاول يتواصل مع الفريقين، وبيقول لهم إنه محتاج الطفل كوين والوالد ماكينة، وقدامهم 7 دقايق علشان يقرروا، فبيتحد فريق روري وفريق ماكينة علشان يقضوا على المفترس، والوقت بينتهي وبيقرر المفترس إنه يطاردهم كلهم، وبعدها بيقرر كويل ونيتلز انهم ينصبوا فخ للمفترس بحيث يكونوا هم طعم، واول ما يظهر يضربوه بماده متفجره، وبيظهر المفترس وبيهرب من الفخ وبيهجم على الدكتوره براكت بطلقه ناريه، فبتمسك الخوذه اللي بتيجي فيها الطلقه وبترد الخوذه على مصدر النار وبتيجي الطلقه في المفترس، بعدها بينجح الفخ وبيشغلوا فيه النار، لكن باكسلي وكوين بيكونوا الضحيه، وبعدها بيضرب عليهم نار وبيقدر ياخد الطفل كوين ويوصل بيه للسفينه، وقبل ما يطير بالسفينه بيقدر يركب معاه ماكينة ونيتلز وكوين على ظهر السفينه، وبعدها بيفعل المفترس درع الحمايه الخاص بالسفينه علشان يتفادى نبراسكا، وبيدخل جواه ماكلين، لكن الدرع بيقضي على نيتي وبيفجر نفسه نبراسكا عند المحرك، وبعدها بتقع السفينه. بيخرج منها المفترس وبيقرر ينتقم من ماكينة، وبتظهر الدكتورة براكت علشان تهجم على المفترس وبتضربه بالنار في دماغه، وبيقدر كوين انه يشغل درع الحماية بتاع السفينة علشان تتقطع ايد المفترس وبعدها ماكينة بيستخدم السلاح اللي في ايد المفترس وبيفجره بيه وبيقضي عليه. بنروح بعدها للمركز السري وبنعرف ان المفترس الاول كان معاه شيء هيديه للبشر، وهو عبارة عن جهاز بيتحول لبدلة تشبه المفترس بكل امكانياته علشان يقدروا يواجهوا بيها البشر اخطار النوعية التانية من المفترسين، ودي هتكون بداية الجزء الرابع من الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.